مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء، ولكن إلى حضراتكم قبل النشر هذا الإعلان. إعلان عن رؤية هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجرية الموافق لعام 2022 ميلادية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة 29 من شعبان 1443 هجرية الموافق للأول من إبريل 2022 ميلادية. لذلك يكون يوم غد السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية. أعاننا الله على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بألف خير، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. سيداتي وسادتي، نتابع بعد نشرة الأخبار كلمة مقتضبة لسماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار مفتي إريتريا ورئيس الهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. إلى حضراتكم عناوين الأخبار. شفاء 3 مواطنين من فيروس كورونا اليوم. المجلس الشعبي في شمال البحر الأحمر يعقد مؤتمره 17. سيمينار تنويري للإداريين المنتخبين الجدد في الإقليم الأوسط. بكين تتهم واشنطن بالتحريض على الحرب في أوكرانيا. باكستان تحتج رسميا على التدخلات الأمريكية. إصابة 50 شخصا بعد اندلاع احتجاجات في سريلانكا وسط أزمة اقتصادية. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مركز الفحص بالإقليم الأوسط شفاء 3 مواطنين من فيروس كورونا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم 9728، شفي منهم 9623 وتوفي 103، ولا زال 2 من المصابون يتلقون العلاج في المستشفى. وزارة الصحة الأول من إبريل 2022. عقد المجلس الشعبي في إقليم شمال البحر الأحمر في 29 و30 من مارس مؤتمره 17 تحت شعار وطن آمن للأجيال. وألقى رئيس المجلس السيد إبراهيم علي الشيخ كلمة أوضح فيها دفع ثمن باهظ لتسليم وطن آمن ومزدهر تعمه العدالة الاجتماعية للأجيال المتعاقبة، حيث يوجد التحدي في وضع جيد ويجب بذل مساعي حثيثة لتقوية برامج التنمية لتحسين حياة المواطنين المعيشية. وقدم تقرير في الاجتماع حول تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها من الأنشطة المنفذة خلال عام 2021، وكذلك برامج العمل الموضوعة للتنفيذ خلال عام 2022 وإمكانيات مضاعفتها على أرض الواقع. كما قدم توضيح مفصل حول التحديات التي تواجه توفير خدمات المياه والجهود الجارية لتأمين صحة المواطنين وعلى الأعمال المنفذة في تطوير كفاءة التعليم ومشاركة الطلاب والأنشطة المنفذة لتعزيز الإنتاج الزراعي، وكذلك فيما يتعلق بأعمال حماية التربة وحفظ المياه. وقدمت آراء مساعدة لمعالجة القصور والنواقص. وقدم المجلس في ختام مداولاته قرار وتوصيات بناءة أهمها إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين لم تتح لهم فرص الانخراط في مائدة التعليم، وإيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب الصالحة في دهلك وبدة ونارو وأقلامة ومدينة أفعبت، ومنح اهتمام أكبر لمخالفات قوانين الأراضي واتخاذ خطوات تصحيحية والتعامل الجاد مع تنفيذ برامج الإصحاح البيئي الأهلي بالكامل، وغيرها من توصيات وقرارات. وفي الكلمة الختامية التي ألقتها حاكم الإقليم السيدة أسمرة أبرهة ذكرت فيها أن الاستماع إلى طلبات المواطنين وبحث آليات حلول لها من مسؤوليات المجلس، وبما أن التنمية الشاملة لا تنجح إلا بمشاركة جماهيرية واعية ينبغي على المجلس منحها اهتمام أكبر. وشددت على ضرورة العمل المنسق لكافة الجهات لحل القصور الإدارية والخدمات الاجتماعية والبرامج المنفذة الظاهرة واستفسارات المجتمع الأساسية التي تؤثر سلبا على خطط البرامج الموضوعة للتنفيذ.
قدم سيمينار تنويري لخلق آفاق تبادل التجارب بين الإداريين المنتخبين الجدد في الإقليم الأوسط في 31 من مارس والأول من إبريل. وقدم مسؤول قسم الإحصائيات والجغرافيا والمعلومات في إدارة الإقليم السيد تدروس تخلي توضيحا مفصلا حول الأنشطة المنفذة ودور مدراء الضواحي في إنجازها. وقال رغم أنه برنامج تقوم الإدارات من خلاله بتدقيق سجل سكانها كل سنتين، إلا أنه لم يسير بالمستوى المأمول، وقد وضع برنامج لتدقيق سجل الأسر في كافة الإدارات خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو من هذا العام، وعلى الإداريين تعزيز دورهم في هذا الشأن. ودعا السيد تدروس لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين المسجلين في كافة الإدارات، والقيام بحملات توعية مكثفة لحمل الشباب البالغين والذين بلغوا من العمر 18 عاما الهوية الوطنية، وتأمين عنوان المواطن بوضوح حول المنزل الذي يقطنه، والتأكد من معلومات حول تغيير المواطن من وإلى المناطق تعتبر من أهم البرامج المنفذة عن طريق مدراء الضواحي ومساعديهم. وأكد المشاركون جاهزيتهم للعمل بقوة لإنجاح البرنامج الموضوع للتنفيذ. وفي الكلمة الختامية التي قدمتها حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هيلي ذاكرا أهمية السمينار، ناشد المدراء ومساعديهم للعب دور رائد لتنفيذ البرامج الموضوعة ومعرفة المناطق والمواطنين الذين يديرونهم بدقة. هذا ويقطن الإقليم الأوسط الذي تبلغ مساحته أكثر من 1040 كيلومتر مربع، ويضم 16 مديرية و83 إدارة ضاحية و89 قرية تقطنه حوالي 170 ألف أسرة. خرج فرع العمل والرعاية الاجتماعية بشمال البحر الأحمر في 31 من مارس 54 امرأة راعيات للأسر المحتاجة في مدينة مصوع. حصلنا على دورات مهنية تمثلت في التطريز والنسيج استمرت ل6 أشهر والطهي ل3 أشهر. وقال مسؤول الفرع بالإنابة السيد إسماعيل عثمان إن من أهم رسالات الوزارة بذل مساعي حثيثة لتمكين المواطنين من نبذ الاتكالية، وكافة الدورات المهنية المنتظمة في مختلف مناطق البلاد هي جزء لا يتجزأ منها، مشيدا بمساهمات شركاء العمل. وأوضح مدير مركز أمهل للتدريب الشاب عبد العزيز محمد سعيد إن الدورة المقدمة نظريا وتطبيقيا تستوفي مستويات وشروط وزارة التعليم، مشيرا إلى أن المركز يقدم كافة أنواع الدعم لتطبيق الدارسات المعرفة المكتسبة على أرض الواقع. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم السيد رزان فسها أهمية تسلح المواطنين وخاصة المرأة بالمعرفة ورفع القدرات، مناشدا للدفع بتنظيم برامج مماثلة. في الختام وزعت الشهادات التقديرية على الدارسين وعروض من أعمال الدارسين. استشهد المناضل المقدم تسفى سلاسي نقاش عضو قيادة الجيش الشعبي الإريتري في 31 من مارس عن عمر بلغ 65 عاما. التحق المناضل المقدم تسفى سلاسي نقاش بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وعمل قبل الاستقلال في القوات الأمامية حتى بمسؤولية مفوض كتيبة، وبعد الاستقلال عمل في قوات الدفاع الإريترية حتى وصل قائد هيئة الفرقة. ومن سبتمبر 2021 وحتى يوم استشهاده عمل في قيادة الجيش الشعبي وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. المقدم تسفى سلاسي نقاش رب أسرة وأب ل4 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى اليوم الأول من إبريل في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب قيادة الجيش الشعبي عن بالغ حزنها لاستشهاد المقدم تسفى سلاسي نقاش، وتقدم أحر تعازيها لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. اتهمت الصين الولايات المتحدة بالتحريض على اندلاع الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنه كان ينبغي حل حلف الأطلسي الناتو في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين بصفتها الجاني والمحرض الرئيسي للأزمة الأوكرانية
قادت الولايات المتحدة الناتو للمشاركة في 5 عمليات توسع باتجاه الشرق خلال العقدين الأخيرين بعد العام 1999. ولطالما أكدت الصين التزامها الحياد تجاه ما يجري في أوكرانيا وأنها لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع، لكنها أعلنت مؤخرا على توقيع شراكة بلا حدود مع موسكو، ورفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تعارض بكين العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. استدعت الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفارة الأمريكي للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة مساعي المعارضة للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، الذي اتهم الغرب بالعمل على إسقاطه لأنه يرفض الاصطفاف ضد روسيا. واستدعت الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام آباد للاحتجاج على ما دار بين مسؤولين أمريكيين وسفير باكستان في واشنطن. أوضح المراسل أن الجانب الأمريكي عرب في لقائه عن دعمه لمشروع المعارضة لحجب الثقة عن حكومة عمران خان. وتسعى المعارضة الباكستانية لإسقاط خان عبر حجب الثقة عن حكومته في البرلمان. وتتهم المعارضة خان بسوء الإدارة الاقتصادية في ظل تسارع ارتفاع التضخم وضعف عملة الروبيه وخلافات بشأن سياسته الخارجية. أصيب ما يقرب من 50 شخصا بعد أن استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لدحر حشد اقتحم منزل رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا وسط غضب من تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وتسببت الأزمة في حالة من السخط الشديد، حيث لم يتمكن الناس من العثور على الغاز للطهي والأدوية والوقود والمواد الغذائية الأساسية مثل الحليب المجفف، بسبب نفاذ العملات الأجنبية في البلاد لدفع ثمن السلع المستوردة. وهتف حشد من مئات الأشخاص يطالبون راجاباكسا ومجلس الوزراء بأكمله بالاستقالة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة. وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد. وأضرم المتظاهرون النار في حافلة عسكرية وسيارة للشرطة بالقرب من منزل الرئيس، وأدى العنف إلى فرض حظر تجول ليلا واعتقال 45 شخصا. وأصيب قرابة 50 شخصا بينهم بعض الصحفيين ونقلوا إلى المستشفى. لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 بجروح في حادث انهيار منجم بوسط صربيا حسب ما نقلت روسيا اليوم. ووقع الحادث في منجم سوكو للفحم، وتمثل الحادث في انهيار جزء من حفرة المنجم مما أدى إلى محاصرة عمال المنجم بالداخل حسب ما ذكرت وسائل إعلام صربية. وقال مدير المركز الطبي في بلدة ألكسينياك القريبة إن 18 شخصا نقلوا إلى المستشفى، معظمهم مصابين بجروح طفيفة. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. المجلس الشعبي في شمال البحر الأحمر يعقد مؤتمره 17. سيمينار تنويري للإداريين المنتخبين الجدد في الإقليم الأوسط. بكين تتهم واشنطن بالتحريض على الحرب في أوكرانيا. باكستان تحتج رسميا على التدخلات الأمريكية. وإصابة 50 شخصا بعد اندلاع احتجاجات في سريلانكا وسط أزمة اقتصادية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.